السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبدأ في الدرس الرابع علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول من الوحدة الأولى الماء النظام، المفهوم الثاني الجسم كنظام. الدرس الرابع يا سنة ستة بينقسم إلى نشاطين، نشاط رقم 8 ونشاط رقم 9. نشاط رقم 8 خلصناه الحمد لله، كان بيتكلم على الجهاز الهضمي. اللي ما سمعوش هسيب لينك الفيديو في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو في التعليقات. النهارده باذن الله نشاط رقم 9 بيتكلم على جهاز الاخراج والجهاز البولي. نبدا يا سنه 6 نشاط رقم 9 من الدرس الرابع. بيقول لك بيبدا النشاط ان جسم الانسان يشبه آلة تقوم باجراء عمليه معالجه للطعام. يعني بيشبه جسم الانسان بآلة بتعالج الطعام بطريقه رائعه، وبتحول الطعام الى عناصر غذائيه للحصول على الطاقه اللازمه للنمو. وبينتج عن هذه العملية فضلات، الفضلات دي زي الأملاح وبعض الغازات الضارة. طب يا مس احنا أخدنا قبل كده إن احنا عندنا إن دي خلايا الجسم. خلايا الجسم دي بيدخل لها طعام أو غذاء في وجود غاز الأكسجين، وقلنا في وجود غاز الأكسجين يبقى دي عملية التنفس الخلوي التي تحدث في الميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي في خلايا الجسم. يبدأ الأكسجين يكسر ويهدم الطعام ويحرقه، ويبدأ يطلع طاقة، وبيبدأ يطلع فضلات. خلاص أنا جسمي حصل على الطاقة. يبقى احنا اتكلمنا على موضوع الطاقة ده في الأجهزة اللي فاتت. دلوقتي بنمسك الفضلات اللي بتطلع اللي أنتجتها خلايا الجسم، الفضلات اللي بتنتجها خلايا الجسم. ممكن الفضلات دي تكون فضلات غازية زي ثاني أكسيد الكربون. ممكن الفضلات دي بتكون على هيئة أملاح ومية، طبعا الأملاح دي بتكون دايبة في المية. ممكن الفضلات دي بتكون على هيئة حاجة اسمها يوريا. اليوريا دي يا سنة 6 إن الطعام ده اللي احنا بناكله ممكن يكون أكيد طبعا بيكون فيه بروتين. البروتين ده لما بيستهلك ويتم تكسيره وهضمه بينتج منه فضلات. الفضلات دي هتضر الجسم لو هي قعدت، علشان كده لازم الجسم يطردها ويطلعها بواسطة أجهزة الإخراج. اليوريا دي هي اللي نتجت من تكسير أو من استهلاك البروتين، نتجت من خلايا الجسم. يبقى الفضلات التي أنتجتها خلايا الجسم، عندنا فضلات تنتجها خلايا الجسم، فضلات تنتجها خلايا الجسم. طيب هو كاتب لك أملاح وبعض الغازات الضارة. احنا عرفنا غاز ثاني أكسيد الكربون بينتج من خلايا الجسم، وأملاح ومية ويوريا دي فضلات تنتجها خلايا الجسم. تمام يا سنة 6. أنا مش شايفة في الموضوع خالص براز. البراز ده ما نتجش من خلايا الجسم، اللي أنتجته خلايا الجسم فضلات زي ثاني أكسيد الكربون وأملاح ومية ويوريا. اليوريا دي جت من استهلاك البروتين وتكسير البروتين. اليوريا دي لو اتراكمت، هي اليوريا دي بتكون دايبة في المية، لو اتراكمت جوه الجسم الإنسان هيموت. خلاص؟ يبقى يا سنة 6 البراز ده ليس مادة إخراجية، ليس مادة إخراجية، لأن المواد الإخراجية اللي أنتجتها خلايا الجسم ما فيهاش براز خالص. ده هم عرفناه ثاني أكسيد كربون أملاح مية يوريا، ثاني أكسيد كربون أملاح مية يوريا، ما فيش براز. يبقى البراز لا يعتبر مادة إخراجية لأن خلايا الجسم ما أنتجتهوش. تمام؟ وغير كده إن البراز ده عبارة عن فضلات طعام غير مهضوم، طعام مش مهضوم جسمك ما استفادش منه فاتطرد بره الجسم، طعام غير مهضوم ملوش اي لازمه. لكن هنا خلايا الجسم دخلها طعام انا بستفاد منه، مش طعام غير مهضوم. البراز ده مش موضوعنا نهائي. خلايا جسمنا دخلها طعام بستفاد منه، الطعام ده بيكون فيه بروتين، دخل عليه الاكسجين كسر وحرق الطعام، اطلق طاقه الجسم استفاد منها، وفضلات انتجتها خلايا الجسم ثاني اكسيد كربون املاح ميه يوريا دي انتجتها خلايا الجسم. تمام؟ البدايه دي يا سنه 6 هتفهمك بقيه الدرس بالكامل. البدايه دي مهمه علشان تبقى فاهم معايا انا بقول ايه. طيب بعد كده خلاص احنا عرفنا ان في فضلات بتطلع من خلايا الجسم زي الاملاح وزي الغازات الضاره. بعد كده بيقول لك في ضوء ذلك كيف يتخلص الجسم من هذه الفضلات؟ عن طريق عملية اسمها عملية الإخراج.
هيتخلص من الفضلات عن طريق عملية الإخراج. طب عملية الإخراج دي عملية حيوية بتميز الكائن الحي، بيقوم بها الجسم بطرد الفضلات التي أنتجتها الخلايا. يبقى عملية الإخراج عملية حيوية يقوم بها الجسم بطرد الفضلات التي أنتجتها الخلايا. عملية الإخراج هي عبارة عن عملية حيوية يقوم بها الجسم بطرد الفضلات التي أنتجتها خلايا الجسم. لازم تكون الفضلات دي طالعة من خلايا الجسم، شرط أساسي. بعد كده بيقول لك تعتبر عملية إخراج الفضلات من أهم العمليات الحيوية، لازم الفضلات دي تطلع بره الجسم. طيب لأن الفضلات دي لو ما طلعتش بره الجسم سوف يصاب جسم الإنسان بالتسمم. لازم سبحان الخالق العظيم الفضلات دي تطرد بره الجسم من خلال عملية أو من خلال جهاز اسمه جهاز الإخراج، بيطرد الفضلات التي أنتجتها الخلايا. يبقى تعتبر عملية إخراج الفضلات من أهم العمليات التي يقوم بها الجسم. هنقول له لأنه إذا لم يتخلص الجسم من هذه الفضلات سوف يصاب بالتسمم. بالتسمم يعني بالمرض، سوف يصاب بالمرض، لأنه إذا لم يتخلص الجسم من هذه الفضلات سوف يصاب بالمرض. بعد كده بيقول لك يقوم خلاص عملية إخراج يعني جهاز إخراجي. يقوم الجهاز الإخراجي بجمع الفضلات التي أنتجتها الخلايا وطردها خارج الجسم. بيفضل يجمع الفضلات اللي احنا حكينا عنها اللي هي المية والأملاح وثاني أكسيد الكربون واليوريا اللي نتجت من تكسير واستهلاك البروتين، ويبدأ يطردها خارج الجسم. طبعا المسؤول عن طرد الفضلات خارج الجسم هو الجهاز الإخراجي. طب أي جهاز مجموعة من الأعضاء، يبقى جهاز الإخراج هو مجموعة من الأعضاء. مجموعة الأعضاء دي بتجمع الفضلات اللي بتنتجها الخلايا وبتطردها خارج الجسم. يبقى جهاز الإخراج جهاز، يبقى تكتب له مجموعة من الأعضاء والأجهزة. يعني في أجهزة دلوقتي أجهزة إخراج يا سنة 6 إحنا هنتكلم عليها. يعني جهاز الإخراج ده بينقسم منه أجهزة تانية تطرد الفضلات خارج الجسم. كل جهاز بيخرج حاجة معينة، تمام؟ يعني عندنا جهاز مختص ان هو بيخرج البول، كل ده نتكلم عنه بالتفصيل. فجهاز الاخراج مجموعه من الاعضاء والاجهزه تجمع الفضلات. بس انهي فضلات بالظبط؟ تجمع الفضلات التي تنتجها خلايا الجسم. طب يا سنة 6 بتجمع الفضلات التي بتنتجها خلايا الجسم، وبعد ما تجمعها تطردها خارج الجسم وتطردها خارج الجسم. يبقى جهاز الإخراج مجموعة من الأعضاء والأجهزة. زي ما هناخد من ضمن أجهزة الإخراج الجهاز البولي مسؤول عن إخراج البول لخارج الجسم. يبقى جهاز الإخراج مجموعة من الأعضاء والأجهزة بيجمع الفضلات اللي أنتجتها خلايا الجسم وبتطردها خارج الجسم. طيب يا سنة 6 احنا لسه دلوقتي واخدين إن جهاز الإخراج مجموعة من الأعضاء والأجهزة بتجمع الفضلات اللي أنتجتها الخلايا وبتطردها خارج الجسم. طيب تعالوا نتعرف على أعضاء والأجهزة اللي بتخص عملية الإخراج، اللي بتخص طرد الفضلات خارج الجسم، بس الفضلات التي أنتجتها الخلايا. 3. أول حاجة يا سنة 6 الجلد. تاني حاجة الجهاز التنفسي. تالت حاجة الجهاز البولي. ديت ملحوظة نسيبها دلوقتي. نيجي للجلد. عندنا ان الجسم بتاعنا بيتخلص من المية المذاب فيها الملح الزائد عن حاجة الجسم في صورة عرق من خلال مسام الجلد، تمام؟ بص يا سنة 6 احنا عندنا مية، المية دي مذاب فيها أملاح زائدة عن حاجة الجسم، بيتخلطوا هما الاتنين مع بعض وبيطلعوا في صورة عرق. اللي هيطردهم في صورة عرق هو الجلد، خلاص، من خلال المسام أو الفتحات اللي موجودة في الجلد. يبقى هنا كده هنكتب له الجلد أو وظيفته في الإخراج، أو وظيفة الجلد في الإخراج يتخلص
من الماء والأملاح الزائدة. طبعا المية والأملاح الزائدة دي هتكون في صورة عرق من خلال مسام الجلد، من خلال مسام الجلد. مسام الجلد يا سنة ستة يعني الفتحات الموجودة في الجلد كده، بتبقى فيه فتحات وتبقى فيه غدد بتطرد العرق ده منه. الماء والأملاح الزائدة دي هتكون في صورة عرق. يبقى الجلد ده بيتخلص من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق، عشان بيجي في الامتحان الجلد ده ليه وظيفته في الإخراج؟ أو وظيفة الجلد في الإخراج يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق من خلال مسام الجلد. طيب بعد كده نشوف وظيفة الجهاز التنفسي في الإخراج أو في عملية الإخراج. طبعا احنا عندنا عمليتين، عملية شهيق اللي هو دخول الأكسجين، والأكسجين ده يخصنا يعني مش إخراج خالص، ده اللي احنا محتاجينه عشان نكمل حياتنا ونعيش. وعندنا ثاني أكسيد الكربون، ده بيطرد في عملية الزفير أو في هواء الزفير، ده الجسم مش هيحتاج منه بحاجة، وبالتالي ثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية اللي هتطلع بره الجسم واللي هيساعدنا فيها الجهاز التنفسي. يبقى نكتب له في الجهاز التنفسي يتخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير، في هواء الزفير. طيب المية والأملاح الزائدة ممكن تبقى ليها طريقين، إن هي بتخرج عن طريق العرق من الجلد، أو بتخرج المية والأملاح الزائدة دي عن طريق البول من خلال الجهاز البولي. يبقى احنا أخدنا دلوقتي يا سنة ستة المية والأملاح ممكن تطلع في صورة عرق من خلال الجلد. الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم ممكن تنزل على هيئة بول من خلال الجهاز البولي. خلاص احنا أخدنا دلوقتي الجلد، هناخد الجهاز البولي. الجهاز البولي سنة ستة هناخده بالتفصيل، يعني احنا دلوقتي هناخد سطر كده تعريف عنه، وبعد كده نمسح السبورة دي وناخد الجهاز البولي بمكوناته وتركيبه وكل عضو فيه وظيفته ايه. الجهاز البولي بينقي الدم، احنا عندنا الدم كده، عندنا الدم يا سنة ستة بتكون فيه فضلات. طيب اللي هينقي الدم من الفضلات اللي موجودة فيه هو الجهاز البولي، والفضلات دي هتنزل على هيئة بول، طبعا اللي هي المية مع الملح مع اليوريا اللي احنا قلنا عليها اللي هي نتجت من تكسير البروتين، اللي هي الرسمة اللي رسمناها في أول الحصة. قلنا إن احنا عندنا بروتين هيتهدم ويتكسر ويستهلك ويطلع منه مادة ضارة فضلات، طبعا هناخد منه الطاقة لجسمنا، وفي فضلات مش هنحتاجها هتنزل برضو وتتخلط مع المية والأملاح وتبقى في البول. طبعا الحاجات دي كلها بتكون في الدم. طيب اللي مسؤول عن تنقية الدم من الفضلات هو الجهاز البولي، والفضلات في الجهاز البولي هتنزل على هيئة بول أو هتطرد على هيئة بول. يبقى الجهاز البولي وظيفته إن هو بينقي الدم من الفضلات الذائبة. في فضلات يا سنة ستة بتكون مذابة في الدم، سواء بقى إن كانت مية إن كانت أملاح إن كانت يوريا، كل ده مذاب في الدم في دم الإنسان. طبعا الفضلات دي لو فضلت في الدم الإنسان هيتسمم ويموت. طب احنا عندنا جهاز بيفصل الفضلات والمي، الفضلات اللي هي عبارة عن مية وأملاح ويوريا لوحديهم وينزلهم على هيئة بول. طيب والدم اللي هو النقي اللي هيستفيد منه الجسم بيجري في جسم الإنسان كله. طيب اللي هينقي الدم من الفضلات الذائبة في صورة بول هو الجهاز البولي. خلاص يبقى الجهاز البولي شارك في عملية الإخراج، إن هو نقى الدم، يعني فصل الدم النقي عن الدم الغير النقي. الدم النقي هو اللي يستفاد منه الجسم، والدم الغير النقي اللي هو فيه فضلات زي المية والأملاح واليوريا نزلوا من الجسم على هيئة بول. خلاص طردوا أخرجوا من الجسم على هيئة بول. بعد كده بيقول لك ملحوظة، لا يشارك الجهاز
الهضمي في عملية الإخراج. لا يشارك الجهاز الهضمي في عملية الإخراج، ولا يعتبر البراز مادة إخراجية، ولا يعتبر البراز مادة إخراجية. طبعا البراز مش مادة إخراجية لأنه عبارة عن طعام غير مهضوم. طعام غير مهضوم لا تنتجه خلايا الجسم، لا تنتجه خلايا الجسم. وإن مصطلح الإخراج يا سنة 6 بينطبق على طرد الفضلات التي تنتجها خلايا الجسم. لازم الفضلات دي بتنتجها خلايا الجسم، البراز ما انتجتهوش خلايا الجسم. ده خلايا الجسم طلع منها ثاني اكسيد الكربون هيطرد عن طريق الجهاز التنفسي في هواء الزفير. طلع ميه واملاح هتطرد على هيئه عرق من خلال الجلد، او من الميه والاملاح واليوريا هتطرد وهتنزل على هيئه بول من الجهاز البولي. الاخراج ده طرد الفضلات التي تنتجها خلايا الجسم، والبراز ما اخرجتهوش خلايا الجسم. بعد كده سنه 6 هنتكلم على الجهاز البولي بالتفصيل. طيب أي جهاز ليه مكونات؟ مكونات الجهاز البولي أول حاجة وأهم حاجة في الجهاز البولي سنة 6 هي الكليتين. زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا كليتين، كلية يمنى وكلية يسرى. الكليتين هي العضو الأساسي والرئيسي في الجهاز البولي. الكليتين هي العضو الأساسي والرئيسي في الجهاز البولي. وظيفة الكليتين يا سنة 6 تنقية الدم، عاملة زي الفلتر كده عندنا، بينقي المية، بيخلي المية النظيفة احنا بنشربها، والرواسب والطين والرملة هو بيفصلها. يبقى الكلية دي عاملة زي الفلتر بالظبط، بتنقي وبتنظف الدم. طب يا مس، هو الدم أصلا ممكن يكون فيه فضلات زي ما اتفقنا من شوية إن الدم ده ممكن يكون فيه فضلات، واكيد طبعا الفضلات دي ذائبه مع الدم. خلاص، اللي هينقي الدم ده هو الجهاز البولي، والعضو الاساسي اللي فيه الكليتين. يبقى الكليتين ده بيعدي عليها الدم فبتنقيه، بتنقي الدم وبتفصل الدم النقي عن الدم الغير النقي. يبقى الكليتين وظيفتهم تنقية وتنظيف الدم باستمرار 300 مرة في اليوم. 300 مرة في اليوم بتفضل تنقي وتنظف في الدم عشان الإنسان ما يصابش بمرض. 300 مرة في اليوم. طيب أدي الكلية مثلا عندنا هنا كده سنة 6 شريان متصل بالكلى اسمه شريان كلوي. الشريان الكلوي ده هو اللي هيدخل منه الدم اللي فيه الفضلات. ومن أهم الفضلات اللي بتوجد في الدم وبتدخل للكلية هي اليوريا. اليوريا اللي احنا اتفقنا ان هي نتجت من استهلاك البروتين. البروتين اخدنا منه طاقة ونتجت منه فضلات ضارة بجسم الانسان، طلعت الفضلات دي من خلايا الجسم على هيئة يوريا. طيب هيدخل الدم اللي فيه يوريا اللي هي الفضلات من الشريان الكبير الكلوي للكلية. زي ما احنا في كده شعيرات دمويه رقيقه متصله بالشريان الكلوي. الشعيرات دي هي الطريق اللي هيمشي فيه الدم بالفضلات اللي فيه اللي هو اليوريا. خلاص. طب يا مس، هيمشي ويروح فين؟ هيروح على حاجه كده سنه 6 اسمها نفرونات. النفرونات دي سنه 6 عشان نحفظ اهميتها ومهمه جدا، افتكرها بالظبط بالمصفى. دلوقتي انا هجيب شويه رز واحطهم في مصفى وراح اشغل الميه اللي هتنضف الرز دي هتنزل ميه وسخه، صح؟ هتنزل الميه الوسخ من تحت، لكن الرز هينضف ويبقى في المصفى معايا. افتكر النفرونات اللي عندنا بالمصفى كده فيها اخرام صغيره. ايه اللي هيحصل؟ هيعدي عليها الدم او هينزل فيها الدم. الدم ده غير نقي،
يعني ايه غير نقي يا سنة ستة؟ يعني مليء بالفضلات. اهي الفضلات اللي فيه يوريا. خلاص. هينزل في النفرونات. هي عبارة عن وحدات مجهرية، يعني دقيقة وصغيرة جدا. مجهرية يعني صغيرة. أول ما بينزل عليها الدم الغير النقي تبدأ تفصل الدم النقي اللي هيتنقل لكل جسمك عن الدم الغير النقي اللي هو فيه يوريا وفضلات أو فيه مية وفيه أملاح زائبة في المية دي لوحديهم. يعني الدم هينزل كده جوه النفرونات. طبعا عشان كرات الدم كبيرة فمش هتعدي، والبروتين اللي في الدم كبير فمش هيعدي من النفرونات. ايه اللي هينزل من النفرونات؟ اللي هي الفضلات اللي موجودة في الدم اللي هي اليوريا. وبعد ما بتخلص عملية الترشيح، كلمة ترشيح يعني تنظيف، يعني تنقية. الدم النقي خلاص كده احنا رشحنا، بقى عندنا كده نزل الدم ونزلت الفضلات. نزلت الفضلات اللي هي اليوريا من النفرونات. يعني الدم كده كان فيه يوريا وادي الدم. اول ما نزل على النفرونات الدم اتفصل عن اليوريا. اليوريا نزلت عشان صغيره، نزلت وعدت من النفرونات والدم خلاص اتفصل وترشح. يعني كده فصلنا الدم وبقى الدم من غير يوريا. اليوريا نزلت من النفرونات. يبقى يا سنة ستة أنا عندي دم غير نقي مليء باليوريا هينزل على النفرونات. الدم مش هينزل من النفرونات علشان حجمه كبير. اللي هينزل ويعدي من النفرونات اللي هي اليوريا اللي هي حجمها صغير. وكده أكون فصلت، كده أكون عملت عملية ترشيح. طيب بعد ما نخلص عملية الترشيح تبدأ اليوريا تتخلط مع المية والأملاح الزايدة ويبدأوا ينزلوا من خلال أنبوبة. خلاص هيطردوا بقى بره الجسم، وهم اتفصلوا عن الدم خلاص اتفصل عنهم. اليوريا نزلت كده في النفرونات بتاعة الكلية. تبدأ بعد ما تخلص عملية الترشيح تبدأ المية مع الأملاح مع اليوريا يبدأ ينزلوا من أنبوبة كبيرة دي اسمها الحالب. هتنقل المية والأملاح واليوريا اللي هم كده لما يتخلطوا مع بعض هيبقى اسمهم بول. هتنقلهم من الكليتين إلى حاجة اسمها المثانة البولية. الحالب ده عبارة عن أنبوبة طويلة هيمشي فيه البول. البول ده اللي هو متدفي المية والأملاح واليوريا هينزل من الكلية للمثانة البولية اللي هيتخزن فيها البول. طيب هنا بيقول لك ينقل شريان كبير الدم المحمل بالفضلات. خلاص. طبعا الشريان ده بيتفرع إلى شعيرات دموية. الشعيرات الدموية دي هتوزع الدم اللي مليان فضلات لكل كلية، هتوديه للنفرونات. تبدأ النفرونات عبارة عن وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الدم. إزاي تفضل بقى الدم هيعدي على النفرونات هيتفصل لأنه كبير فمش هينزل في النفرونات، والمواد الضارة هي اللي هتنزل في النفرونات دي. ومنها بعد ما تخلص عملية الترشيح هيكون في مية وأملاح ويوريا اللي هي الفضلات هتنزل وتتكون على هيئة بول في الكلية. تبدأ ينزلوا في الأنبوبة اللي هي الحالب ويتخزنوا جوه المثانة البولية. طيب احنا خدنا كده مصطلح جديد يا سنة ستة اسمها النفرونات. النفرونات دي هي المرشحات، عاملة زي كده الفلاتر. النفرونات المرشحات. النفرونات دي هي عبارة عن وحدات مجهرية يعني صغيرة جدا. طيب أهميتها ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. يبقى النفرونات عبارة عن وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. بيقول لك تعتبر اليوريا أحد أهم الفضلات التي تعمل الكلية على التخلص منها، لأن لو قعدت هتسبب إن الكليتين دول خلاص هيتلفوا مش هيكون لهم أي لازمة والجسم هيتسمم، يفضل يتراكم فيه اليوريا اللي هي الفضلات
واليوريا دي من أهم الفضلات اللي لازم الجسم يتخلص منها. طيب تتكون اليوريا من استهلاك أو تفكك البروتين، استهلاك أو تفكك البروتينات، استهلاك أو تفكك البروتينات. طبعا يا سنة 6 بعد اكتمال عملية الترشيح اليوريا بتكون مع المية، بيكونوا مع الأملاح أو الفضلات الأخرى على هيئة بول. خلاص اليوريا والماء والفضلات الأخرى اللي هي عبارة عن أملاح مثلا بيكونوا هما التلاتة بعد ما تخلص عملية الترشيح بيتكونوا وبينزلوا على هيئة بول من الحالب. طبعا الحالب ده هو اللي هينزل البول من الكلية للمثانة البولية. تظل خلايا الدم والبروتينات داخل الجسم. يعني خلايا الدم والبروتينات ليه فضلوا جوه الجسم وما عدوش من النفرونات؟ هنقول لأن حجمهم كبير فلا يمكنهم المرور من النفرونات، لأن النفرونات دي وحدات مجهرية صغيرة جدا، فاللي هيعدي منها الحاجات الصغيرة، الحاجات الكبيرة مش هتعدي، زي الدم والبروتينات حجمهم كبير فلا يمكنهم المرور من النفرونات. مكونات الجهاز البولي يا سنة 6 احنا أخدنا الكليتين وعرفنا وظيفتها تنقية وتنظيف الدم، وفيها مرشحات اللي هي النفرونات بتعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. طيب تاني حاجة الحالبان. الحالبان يا سنة 6 هي عبارة عن أنبوبة طويلة، أنبوب طويل ورفيع بينقل البول من الكليتين إلى المثانة البولية. هو عبارة عن أنبوب طويل ورفيع ينقل البول ده طبعا اللي هو فيه المية واليوريا وفضلات أخرى. خلاص هينقل من الكلية إلى المثانة البولية. يبقى الحالبان هما عبارة عن، أو الحالب هو احنا عندنا حالبين، حالب أيمن وحالب أيسر، كل حالب متصل بكلية. يبقى هو عبارة عن أنبوب رفيع بينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية، ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية. طبعا الكليتين كانت وظيفتهم تنقية الدم. طب يا مس ايه هي المثانة البولية؟ المثانة البولية يا سنة 6 عبارة عن كيس كده هيختزن فيه البول، يعني هيفضل يعني البول هيكون فيه لحين طرده خارج الجسم. المثانة البولية يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم، زي ما احنا شايفين ده كده مثلا الحالب، دي كده الكلية اللي عملت على تنقية الدم، وده الحالب، دي المثانة البولية هيتخزن فيها البول يا سنة 6 لحين طرده خارج الجسم. المثانة البولية يختزن بها البول لحين طرده خارج الجسم. طيب في أنبوبة رفيعة كده من تحت، دي كده هنسميها القناة البولية. دي اللي بعد المثانة البولية اللي هيطرد منها البول. يبقى رابع حاجة كده عندنا هي القناة البولية. طبعا المثانة البولية بالمنظر ده بتنتهي بأنبوبة كده. فالقناة البولية هي عبارة عن أنبوب يتم تفريغ البول من خلاله، تفريغ البول يا سنة 6 يعني طرد البول. أنبوب يتم تفريغ البول من خلاله، يعني البول هينزل من خلال القناة البولية. طيب هيختزن فين أو يتخزن فين؟ في المثانة البولية. أنبوب رفيع ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية، ده الحالب. بعد كده سنة 6 يقول لك ينقل الحالب البول من الكلية إلى المثانة البولية. يتم تفريغ البول يعني طرد البول نهائي من الجسم عبر أنبوب يعرف بالقناة البولية.
ايه هو التبول؟ التبول يا سنة ستة طرد البول لخارج الجسم. يبقى التبول هو طرد البول لخارج الجسم. طيب الجهاز البولي هو عبارة عن جهاز مسؤول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم. طب يا مس لو في حد كتب جهاز مسؤول عن تنقية الدم من الفضلات السائبة في صورة بول، صح. الجهاز البولي بينقي الدم من الفضلات السائبة في صورة بول عن طريق الكليتين اللي هم مسؤولين عن تنظيف الدم وتنقية الدم من خلال النفرونات والمرشحات الموجودة جواهم. آخر تعريف معانا يا سنة ستة هو تعريف البول. البول ده طبعا عبارة عن سائل بينتج من تنقية الدم داخل الجسم، داخل الكلية أو داخل الكليتين، وهو عبارة عن ماء ويوريا وفضلات أخرى. يعني ايه مس سائل؟ البول ده عبارة عن سائل. السائل ده فيه مية وفيه يوريا وفيه فضلات أخرى بتطرد خارج الجسم. طيب البول ده اتكون امتى؟ من تنقية الدم داخل الكليتين. الدم كان داخل فيه فضلات، دخل جوه الكليتين، بدأت النفرونات تفصل الفضلات دي لوحديها والدم النقي لوحديه. الدم النقي يستفاد منه الجسم، الفضلات هتنزل وتطرد بره الجسم من خلال عملية التبول. خلاص. فالبول ده بعد ما بتخلص عملية الترشيح بيكون عبارة عن مية ويوريا وفضلات أخرى زائبة. فالبول هو عبارة عن سائل. لما نلاقي سائل اكتب بول. البول سائل ينتج من تنقية الدم داخل الكليتين، عبارة عن ماء ويوريا وفضلات أخرى زائبة. طيب بدأ الجهاز مسؤول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم الجهاز البولي. عملية طرد البول خارج الجسم التبول. سائل بيتكون من مية يوريا وفضلات أخرى، ده البول اللي بتنقي الدم الكليتين. أنبوب رفيع ينقل البول من الكلية للمثانة البولية انحنى. يتخزن فيها البول لحين طرده خارج الجسم المثانة. الأنبوب ده يتم تفريغ البول من خلاله، دي القناة البولية. وبكده يا سنة ستة يكون الجهاز البولي خلص. كليتين، حالبين، مثانة بولية وقناة بولية. كده خلصنا جهاز الإخراج والجهاز البولي.